هل عمرك شفت PO3 حصل لكن ما دخلتوش مع انه كان واضح؟ طب سألت نفسك ليه النموذج بيشتغل في اوقات ويفشل في اوقات تانية؟ بالبلدي كده النموذج صح لكن انت جيت متأخر. النهاردة هشرح لك السر اللي بيخلي PO3 ينفجر في لحظة معينة مش قبلها ولا بعدها، وده من خلال حاجة اسمها kill zones أو المناطق الزمنية. يلا بينا. وصل على النبي صلى الله عليه وسلم. وقل رب زدني علما. يعني ايه kill zones؟ الكيل زونز هي فترات زمنية معينة في اليوم المؤسسات بتدخل فيها السوق وبتسيطر عليه. قسمتها لمناطق معروفة عشان تسهل عليكم الدخولات، وهي عبارة عن عدة جلسات معينة. أولا ايجيا رينج من آخر السوق الأمريكي لحد افتتاح لندن، يعني من 8 مساء بتوقيت نيويورك إلى 1 صباحا بتوقيت نيويورك. ثانيا لندن كيل زون من 2 فجرا حتى 5 فجرا بتوقيت نيويورك. ثالثا نيويورك كيل زون من 7 صباحا حتى 10 صباحا بتوقيت نيويورك. رابعا لندن كولوس من 10 صباحا بتوقيت نيويورك ل1 ظهرا بتوقيت نيويورك. دي مش مجرد أوقات عشوائية، دي اللحظات اللي بيبدأ فيها السوق يشكل النية الحقيقية. طيب أكيد حابين تعرفوا الأوقات دي بتوقيت مصر أو السعودية أو العراق، ودي الأوقات بتوقيت مصر القاهرة، وهي متشابهة مع معظم الدول العربية تقريبا. جلسة آسيا من 3 الفجر حتى 7 صباحا، جلسة لندن من 9 صباحا حتى 12 ظهرا، جلسة نيويورك من 2 مساء حتى 5 مساء، جلسة إغلاق لندن من 5 مساء حتى 8 مساء. التوقيتات دي نقدر نحددها على الشارت بطريقتين عشان نتابع الوقت الصحيح وما ندخلش بشكل عشوائي. الطريقة الأولى إنك تضبط توقيت منصة تريدينج فيو على توقيت نيويورك. أنا سايب لكم فيديو قصير على قناة التليجرام يوضح إزاي تحول توقيت تريدينج فيو إلى توقيت نيويورك. هتلاقوا رابط القناة في وصف الحلقة تحت. بعد ما تضبط توقيت الشارت على توقيت نيويورك، حدد خط عمودي على الأوقات المذكورة وانتظر عندها حدوث PO3. الطريقة التانية في مؤشر اسمه 8 في الصورة اللي قدامك، تكتب اسمه في البحث هيظهر لك وتعدل إعداداته، ودي إعداداته كاملة قدامكم كيل زون. ملحوظة مهمة، شايفين الخيار اللي أنا محدده قدامكم ده؟ لو أنت في فصل الصيف خليه -4، ولو في فصل الشتاء خليه -5، وده بسبب إن التوقيت ممكن يتقدم أو يتأخر ساعة عندك بتوقيتك المحلي، فالإعداد ده بيخلي المؤشر يمشي مع التوقيت العالمي بشكل مظبوط. ثانيا إزاي نربط PO3 بالكيل زونز؟ ركز معايا هنا لأن دي النقطة الذهبية. نموذج PO3 دايما بيتشكل حوالين الكيل زونز، يعني مش لازم تستنى اليوم كله، النموذج بيكمل نفسه جوه ساعات محددة. مثال عملي، لو على فريم اليوم شايف شمعة، انزل على فريم 15 دقيقة، غالبا هتلاقي accumulation بيحصل في نهاية ايجيا رينج، بعدين هتشوف بيحصل manipulation بيحصل في بداية لندن كيل زون، بعدين distribution بينفجر في نيويورك كيل زون. يعني PO3 مش بس نموذج سلوكي، ده كمان نموذج زمني. ثالثا التطبيق العملي. قبل ما تدخل السوق بص على الساعة اللي في ايدك، هل انت جوه كيل زون؟ لو لا انت بتخاطر لان في خارج الوقت، السوق ميت او مش صادق. لما تربط PO3 بالوقت ساعتها هتعرف تدخل مع المؤسسات مش ضدهم.
تعال أقول لك معلومة خطيرة، تقدر تغير مستوى تداولك بدقة لو طبقت الفكرة دي. زي ما قلت في الحلقة السابقة، كل شمعة تقدر تحدد من خلالها نموذج ال PO3، وكمان تقدر تحدد ال PO3 من خلال جلسة واحدة بس. يعني تقدر تتداول خلال جلسة لندن فقط وتحدد ال PO3 وتشتغل عليه من غير ما تستنى يوم كامل أو كل جلسات اليوم. وده هو السحر اللي بيميز ال PO3 عن أي نموذج تاني. كل اللي افتحه لكم ده جزء صغير من العلم اللي عندي عن ال PO3، حاجات جربتها بنفسي ونجحت معايا، وبعضها كنت محافظ عليه لنفسي، وأنا هنا بكشف لكم اللي أنا شايفه مفيد ويخليكم تتداولوا بدقة واحتراف. إزاي تستخرج ال PO3 من خلال جلسة واحدة؟ هشرح الفكرة نظريا دلوقتي لأن ده محتوى متقدم ومش داخل في الكورس الأساسي. هشرحه بتفصيل أكتر بعد الكورس إن شاء الله. خد مثال عملي على جلسة لندن عشان خاطر وقت الحلقة. مدة الجلسة اللي بنشتغل عليها هنا 4 ساعات، من 9 صباحا حتى ال 12 ظهرا بتوقيت القاهرة. افتح فريم ال4 ساعات وانتظر افتتاح جلسة لندن مع شمعة ال4 ساعات الجديدة. حدد افتتاح الشمعة بخط واضح. لو كانت جلسة لندن صاعدة، غالبا الشمعة هتعمل خداع لأسفل، تلاعب لحد منطقة اهتمام للكورس. مثال، منطقة اوردر بلوك بعدها بيحصل ارتفاع قوي للأعلى من نفس الشمعة. دلوقتي انزل لفريم ال5 دقايق وهتلاقي تفاصيل ال PO3 واضحة، تجميع، تلاعب، انفجار، وهنا ال PO3 هيظهر متزامنا مع الوقت المناسب جلسة لندن، وتقدر تدخل بدقة بناء على الإشارات على الفريم الصغير. ودلوقتي السؤال لحضرتك، لو لقيت نفسك قدام مرحلة التلاعب، ايه الخطوة المطلوبة منك في الوقت ده بالبلدي كده؟ هل هتعرف تتصرف ولا هتكون فخ للسيولة؟